طبعا اليوم راح نسوي مندي دجاج. فبالبدايه عندي هنا دجاجه مقسومه نصين، وانزل عليها زيت زيتون وبابريكا وفلفل اسود واكيد شويه زنجبيل، وعندي هنا شويه بابريكا مدخنه وهمتين انزل من عندها، واخر شيء ملح. وهسه نمازجهم كل زين من الجهتين، وبس نمازجها بهذا الشكل نحطها على جهه. هسه نجيب جدر كبير وحنزل شويه زيت، واحد بصل، حنزل شويه هيل وشويه بهارات مال تحضير تمن، 5 سريعات وننزل عليهم تمن مغسول ونحمسهم كل الزين. هسه ننزل عليه شويه مي. هسه نغطي الجدر بالسيليفون عمود نسوي قاعده للدجاج. هسه نسوي الثقوب بالسيليفون وبعدها ننزل الدجاج بهذا الشكل، وننزل الثانيه وننزل باقي الصلصه عليهم، وهسه ننزل طبقه ثانيه مال السيليفون، واهم شيء نسدها شنو كل الزين. هسه ندخلها للفرن لمده ساعه الى ساعه ونص على درجه حراره 200 من فوق ومن جوا. نشيلها وننزلها بالفرن، ورا ساعه و40 دقيقه راح اطلعها من الفرن، افتحها وهسه ادخلها الفرن بس من فوق بس عمود تتحمص الدجاجه. هسه ادي انا ماعون وانزل بيه التمن، نزل النص الاول مال الدجاجه وبعدها النص الثاني، رشه زيت زيتون بسيطه وشويه شايبس، نقسم شويه. واو بس لحظه العظم شلون طلع بهذا الشكل. نقسم ونجرب. طبعا الطعم مال التمن رهيب والبهارات مال الدجاج كلش متزنه، تقدرون تحطون فحمه وتدخلوه عمود يعطي طعم تدخين ويصير بعد اطيب رهيب. بس هيك وهذا المندي.